كاف يلوح بالاستبعاد، تحذير صارم لحكم مصر والسنغال قبل نصف النهائي. شهدت لجنة الحكام بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف توتراً واضحاً قبل مباراة نصف نهائي كأس إفريقيا بين مصر والسنغال اليوم بطنجة، بعد اختيار الحكم الجابوني أتشو لإدارة اللقاء المرتقب. وكشف مصدر داخل لجنة الحكام للوطن سبورت أن هناك توجهاً صارماً لاستبعاد أي حكم يرتكب أخطاء جسيمة في تطبيق قوانين اللعبة، مؤكداً أن الطاقم الحكومي بالكامل تم إعلامه بأن أي مخالفة فادحة قد تؤدي مباشرة إلى الاستبعاد، وأنه لن يكون هناك أي تهاون. ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة السنغال في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت مصر، في مباراة حاسمة تحدد المتأهل إلى نهائي البطولة، بعد أن شهد اللقاء الأخير بين الفريقين في كأس إفريقيا 2021 في الكاميرون فوز السنغال بركلات الترجيح. التحذير الصارم من كاف يؤكد حجم الضغوط الواقعة على الحكام في البطولات الكبرى، خصوصاً عندما تكون المباريات بين عمالقة القارة مثل مصر والسنغال، حيث كل قرار تحكيمي قد يثير جدلاً واسعاً بين الجماهير والإعلام، ويضع لجنة الحكام أمام امتحان حقيقي للحيادية والدقة.